بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل مع بعض. بصوا الاسبونج التحفة ده، وهنعمل منه ربع طبعا كاكاو وربع طبعا فانيليا. وده عملناه بدقيق اللي هو الدقيق الفاخر الأبيض اللي هو الزيرو العادي جدا بتاعنا اللي هو متعدد الاستخدامات. اسبونج عالي جدا ما شاء الله، تحفة، النتيجة مبهرة. يعني ما شاء الله أنا قطعته 6 ديسكات. 6، عارفة يعني ايه 6؟ يعني انت ممكن تعملي الاسبونج ده، والاسبونج ده على فكرة ده مقاس 30، ممكن تعملي منه تورتيتين وهيبقوا حلوين جدا. انا عملت تورتيه واحده وكانت خطيره، وهقول لك عملت الجمال ده كله ازاي. بصي ده اللي انا قطعته ده التالت. بص بقى عشان اوريكي الجمال دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انا هقطعه ده، هو جه معايا 6. انا كنت الاول عملته 5 ورجعت لقيت ان هو لسه برضو الحته الاخرانيه كانت جامده، فقطعتها برضو بقوم 6. يعني 6 ديسكات. بصوا محترمين جدا جدا جدا، جمال. يعني طبقات حلوه عاليه، مش رقيقه خالص. بصوا الاسبونج طالع تحفه وخطير. وربع بس شوكولاته. لو انت عايزه نص هتزودي برضو، هقولك هتعملي ايه. لو انت هتعمليه كده يعني زي ما انت شايفه كده ماشي. بصي هوريكي عدد الطبقات. بصي حبيبه قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ادي 1 2 3 4 5 6. بصي 6 طبقات محترمين جدا. تعالي بقى نقولك عملنا الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دول 12 بيضه وعليهم مع كوبايه ونص من السكر، وطبعا 4 كوبايات من الدقيق، معايا كوبايه ميه، ومعايا معلقه كبيره بيكنج بودر، ومعايا باكيتين فانيليا، ومعايا معلقه كبيره محسن جل، ومعايا طبعا معلقتين خل، 4 معالق خل واربع معالق زيت. اول حاجه انا هضرب السكر مع البيض، اضربه بالخلاط لحد ما احس بالمضرب، اسفه. لو عندك عجان هيسهل ده كله معاكي، لان العجان بيفرق جدا، بس انا المضرب بيخدلني. لو تاخدي بالك انا بريح ايديا دي حبه وايديا دي حبه، والموضوع بيمشي كده. انا كنت ناسيه الفانيليا ضفتها باكيتين. تمام. خليكي واخده بالك بقى معايا. انا كسرت 12 بيضه وكوبايه ونص من السكر، وحطيت عليهم فانيليا، وهدوب لحد ما احس ان السكر بتاعي داب. هنا بقى هنزل باربع كوبايات من الدقيق، وكوبايه من الميه، والمقادير كلها بكوبايه واحده ماشي، وحوالي 4 معالق خل واربع معالق من الزيت. وطبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنزل بقى بمعلقه ونص من المحسن، معلقه كبيره كده حلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونص تمام كده، معلقه ونص، لان الاسبونج ده يعني كيك عالي جدا ما شاء الله، يعني كان مرتفع وكان خطير. تمام كده. طبعا هنضف كل اللي في المعلقه بتاعتي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انا ما بقاش معايا الا البيكنج باودر ومعلقه الكاكاو بتاعتي. هضرب بقى لحد مش هحط بقى الكلام ده كله لسه دلوقتي، البيكنج باودر ده هحطه اخر حاجه. هضرب بقى كده زي ما انت شايفه. اضربي بقى على قد ما تقدري، مش اقلل بالمضرب، مش اقل من 10 دقايق، ممكن ربع ساعه كمان بالمضرب. اما لو عندك عجان الحكايه دي ممكن ما تاخدش معاكي 5 دقايق. تمام كده. اضربي بقى، اضربي كده، بس خلي بالك ان انت بتضربي اتجاه واحد. يعني ما ينفعش تضربي بالمضرب الحبه دول على اليمين وترجعي تعكسي، لا لازم تضربي على اتجاه واحد لحد ما القوام بتاعك يبقى كريمي زي ما انت شايفه، ويديكي تحسي ان انت عامله كريم شانتيه، تحسي ان هو مش عجين خالص. بصي ما شاء الله القوام تحفه تحفه تحفه. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو جديده معايا وصلتي لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. هنا انا بضرب طبعا كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. احلى سبونش هتعمليه ناجح جدا من اول مره، وهقول لك هتسويه ازاي برضو. يعني هقول لك ازاي تعرفي ان هو استوى. تمام. هنا تمام كده، تمام القوام كده مية مية. دلوقتي بقى انا هنا نزلت انا حطيت البيكنج باودر بس مش عارفه الحته دي راحت فين. تمام كده. هنا بقى انا هاخد نص، مش نص بقى، هاخد ربع الكميه. لو انت حابه تعملي نصها كاكاو ونصها ابيض اللي هو كريمه، يبقى انت خدي نص الكميه. انا خدت الربع بس، لان اللي كانت طالبه للتورتايه، هي انا كنت عاملاها اونلاين لزبونه يعني، اللي كانت طالبه التورتايه كانت طالباها يعني ربع بس، يعني مش عايزه كيك كاكاو الا ربع الكيكه بس، مش عايزه الا كده. فطبعا انا ضفت بقى، خدت ربع الكميه وحطيت عليها معلقه، ومعلقه حلوه كده من الكاكاو، معلقه اللي هو الكاكاو الخام اللي هو المر. تمام. ما تزوديش عشان ما يمررش منك. كده كده الكيكه طلعت بني وخطيره، ما يغركيش ان العجينه بتاعتها شكلها كده، لا هي لما استوت بقت بني وبقت جميله جدا كمان، وهشه وحاجه زي ما شفتوها كده في بدايه الفيديو زي ما هتشوفيها في الاخر. هضرب بقى كده لحد ما ادوب كل الكاكاو بتاعي.
بالمضرب برضو بتاعي كده. وهنا الحله بتاعتي، طبعا انا لسه بضرب الحله بتاعتي اللي هتاخد الكميه دي مقاس 30، يعني حله كبيره ما شاء الله، وكانت مرتفعه وكانت خطيره بصراحه. احلى كيكه هتعمليها ومش ممكن تهبط منك ابدا، مش ممكن تهبط منك ابدا، هتبقي استاذه في الكيك. تمام كده. ده الكيك الاسبونج انا عملت بالدقيق المتعدد الاستخدامات يا جماعه، ده الدقيق الزيرو متعدد الاستخدامات، انا مش بستعمل دقيق اسبونج عشان تبقي عارفه، ده الدقيق الزيرو اللي هو الفاخر العادي بتاعنا خالص. تمام. دلوقتي بقى انا هجيب الحله بتاعتي وهنزل بقى بالكميه دي، هنزل بكميه كده، وهنزل باللي هو بالكاكاو بالجنب التاني، بحيث ان هو ياخد الربع زي ما انا عايزه. نزلت كميه كبيره من الابيض ونزلت تاني الاتنين مع بعض كده في وقت واحد زي ما انت شايفه. تمام كده. اهو ادب جامد كده عشان انزل كل الكميه معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد. طبعا زي ما انت شايفه كده، انزل بقى كل الكميه. انا هركن بقى الطبق ده عشان انزل كل الكميه بالسبوتله بتاعتي. احلى كيك هتعمليه ناجح جدا من اول مره. بصي والله العظيم هتبقي استاذه فيه من اول مره، استحاله هيفشل معاكي. الناس بقى اللي بتقول الكيك بيفشل الناس كده، لا استحاله يفشل معاكي. انا هنزل كل الخليط بتاعي، خساره اي حاجه في الطبق، هنزل كل الكميه. زي ما انتم شايفين هنضف كل البوله بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا اسويها بقى. ودلوقتي الفرن بتاعي متولع على نار متوسطه، وهحطها على الشبكه، ومش هولع الا من تحت بس، مش هولع الشوايه يا جماعه. زي ما انتم شايفين. وده طبعا هنا هو بعد السوا خد بالظبط ساعه الا 5 ساعه الا 10 ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. انا خد معايا ساعه الا ربع بالظبط. هتختبريه بالسكينه زي ما شفتي كده من الوسط كده، وهتحطي السكينه تتاكدي ان هو كده استوى. هنا بقى انت ما تخرجيهوش، لا انت هتسيبي الفرن مفتوح كده عليه حوالي 10 دقايق كده، عشان ما تطلعش مره واحده تلاقي الهواء تهبط. ماشي. طبعا ده شكلها بعد ما بردت معايا. طبعا انا هقطعها طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين هي جات بالظبط والله 6 ديسكات، و6 مرتفعين وجمال جدا، يعني انا كنت اقدر اعمل بيهم تورتيتين، بس هي صاحبه التورته كانت عايزه تورته عاليه، وكانت بصراحه دافعه ثمنها كويس، يعني كان ثمنها حلو. وعشان كده انا اديتها حقها بصراحه. كده انا قطعتها. هنا ده ساتت الديسك اللي انا بقطعه، ده الساتت. طبعا انتظروا معايا بقى الفيديو الجاي، عشان احنا هنشكل الجمال ده مع بعض، هنعمل مع بعض احلى تورتايه. انتظروا بقى الفيديو الجاي، عماله اقول لكم انتظروا اهو. الفيديو الجاي هيبقى خطير وتحفه تحفه تحفه. هقول لك ازاي هتزينيها باسهل طريقه من غير ادوات من غير اي حاجه، وهتبقى جميله قوي معاكي. طبعا ده شكل التورته بتاعتي، الكيكه بتاعتي 1 2 1 2 اهو، 3 4 5 6، وده شكلها. يلا اتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم، اترككم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.